بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم في فيديو جديد. النهارده بإذن الله هنتكلم عن النادي الأهلي. هنتكلم بمناسبة مرور 117 سنة على إنشائه وبمناسبة مباراة الأهلي ومازيمبي بكرة إن شاء الله. وهنتكلم عن إيقاف القيد عن نادي الزمالك. النادي الأهلي أنشئ سنة 1907، وكان بداية فكرته كان في نادي اسمه نادي المدارس العليا اللي كان بيرأسه عمر بيك لطفي. ومن خلال هذا النادي اتولدت فكرة إنه يعمل نادي للنادي الأهلي كان يعتمد على الشباب المثقفة وشباب الجامعات، وكان يعتمد أصلا على مناهضة الفكر الاستعمار الإنجليزي. طبعا كان اول رئيس للنادي الاهلي ميتشل انس اللي هو كان انجليزي، وكان حاطينه على اساس ان هو كان وكيل وزاره الماليه فيسهل لهم الاجراءات، واختاروا الارض. وكان اول اجتماع بتاريخ 24/4 سنه 1907 في بيت ميتشل انس الساعه 5:30، وكان موجود فيه عمر بيك لطفي ومحمد بيك شريف كسكرتير، وكان موجود اسماعيل باشا سري. بالاجتماع ده اختاروا الطريقه لاسم النادي الاهلي على انه الاسم الانترناشونال او القومي، وحطوا اسس يمشي عليها النادي الاهلي. انا طبعا بقول لكم نبذه مختصره مناسبه 117 سنه، لان بعد كده ان شاء الله هعمل لكم مجموعه من الحلقات بنتكلم فيها عن تاريخ النادي الاهلي وانجازاته ومواقفه التاريخيه. والموضوع ده انا بقوله بصفه عامه، ان احنا دلوقتي بنتكلم بنقول الف الف مبروك، كل مليون سنه وانت طيب، كل سنه والنادي الاهلي نادي الوطنيه. نيجي للنقطه الثانيه اللي هي مباراه مازيمبي. الاول القائمه بتاعت المباراه مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، وفي الدفاع ودي حراسه المرمى. في الدفاع محمد متولي وهاني وربيع وعبد المنعم ومعلول والدبيس. خط الوسط كريم نيدفيد وقفشه والسوليه واكرم توفيق ورضا سليم وتاو والشحات وامام عاشور، وفي الهجوم كهربا ومودست واسامه علي. واسامه ابو علي. طبعا في المباراه الاولانيه متعادل 0-0. النتيجه زي ما قلنا في الفيديو اللي فات نتيجه كويسه، ولكن نتيجه خادعه. لازم يبقى فيه جهد ولازم يبقى فيه تعب. الاول كمان في ميزه النهارده ان ربنا كرمنا ورجع لنا امام عاشور والشحات، وده هيدوا تقل نص الملعب. طبعا من وجهه نظري ما يبداوش، يعني ايه، ما يبداش لا الشحات ولا ممكن الشحات يبدا، على اساس ان هو يعني كانت اصابته مش بعيده قوي ومش خطيره. اما امام لا، صعب ان هو يبدا. فانا من وجهه نظري ان المباراه لازم تتاخد على مراحل ولازم تتاخد بجديه. اكسب، اضغط الاول، احاول استغل عامل الارض والجمهور في اول تلت ساعه، اخطف الفرقه بهدف. بعد ما اخطف الفرقه بهدف ابتدي اهدى، ومش حكايه ان انا اغطي جون وكده، لا، هو كده مجرد ان هو يجي في جون اوتوماتيك هيفتح خطوطه ويبتدي يلعب ويبتدي المساحات تجيلي، فانا ما استعجلش. تاني حاجه اكون عامل حسابي ان الهدف بيجي في الدقيقه 90، مش حكايه ان انا عدى اول يومين اول نص ساعه واول تلت ساعه. لا، انت خليك هادي وخليك العب لعبك طول المباراه. طبعا انا وجهه نظر التشكيل اللي انا هقوله زي ما قلت المره اللي فاتت، التشكيل مش هيخرج عن باذن الله عن مصطفى شوبير، محمد هاني، علي معلول، عبد المنعم ربيعه. في وسط الملعب عمرو السوليه، ونظريتي مصر انه يكون رقم واحد، وكوكا. وعندي يا اما وجهه نظر نبتدي باكرم زي الماتش اللي فات، يبقى كوكا واكرم وكوكا واكرم والسوليه. خط الهجوم بيرستاو، احمد عبد القادر، وسام ابو علي. الخطه بتاعتهم مقارنه. طبعا برضو زي ما قلت المره اللي فاتت، موديست معلش ممكن استعين بيه في الماتش ده في اخر ربع ساعه. ليه؟ لو انا متعادل. ليه؟ لان ابتدي العب على الكور العاليه والكور الطويله والعرضيات او كورنر ممكن يخطف الجول او كده. اما طول ما الماتش انا لسه ما وصلتش لاخر ربع ساعه، موديست ماليش مكان. اخر ربع ساعه لو انا محتاج نتيجه المباراه ممكن انزله تاني مع وسام او مع كهربا، وابتدي العب على العرضيات وبتلعب على الكور طويله، يبتدي هو ممكن يكون محطه او ياخد كوره بالعرض او ياخد حاجات زي كده.
طبعا المباراه والجمهور عايزه تتلعب بحلو. ان شاء الله باذن الله انا توقعي للاهلي هيكسب 2-0 باذن الله ويلعب النهائي، واتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق للنادي الاهلي. نيجي النقطه الثالثه في الفيديو بتاعنا اللي هي ايقاف القيد لنادي الزمالك. يا جماعه لازم نادي الزمالك دي مؤسسه خاضعه للدوله، يعني فلوس الدوله. مش ممكن ان كل يوم 3 مليون دولار لابو طيب، 3 مليون دولار مش عارف لمين، 3. كل الفلوس دي يا جماعه حرام، حرام ان الفلوس دي بتتصرف من غير اي حاجه. ابو طيب ده لو عدته له بالدقايق ما لعبش، يروح ياخد 3 مليون دولار غير مش عارف ايه. طب ياخد في تركيا دلوقتي ملاليم. فين مين الناس اللي بتحاسب والناس اللي يطلعوا ويقول لك مش عارف ايه ويقعدوا طول النهار يشتموا في الاهلي والساعات يا خطيب والبتنجانات يا خطيب؟ لا، لازم يبقى في وقفه، ولازم الناس تتحاسب، ويجيبوا الناس اللي كانت قاعده في الوقت دوت ويشوفوا هم عملوا العقد ده ازاي. اتمنى ان شاء الله ان التوفيق لنادي الزمالك في المباراه القادمه، واتمنى ان شاء الله الاهلي يكسب ويوصل للنهائي. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.